السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 4 أيام في دولة الصين، حبيت أعمل فيديو مقارنة ما بين الدول العربية والدول المتقدمة، يعني مصر والصين، أو أي دولة عربية وأي دولة من اللي بيسموهم دول متقدمة، الصين أو الهند أو اليابان أو أمريكا أو روسيا، أي دولة من دول. إيه الفرق ما بين الناس دي وما بيننا؟ إيه اللي وصلهم لكده وإيه اللي خلانا تحت مش عارفين نوصل لهم أصلا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا بعد 4 ايام، عشان برضو ما يبقاش الكلام عمياني، لا 4 ايام كده في الصين بدات اتنقل معاهم واتواصل معاهم وامشي معاهم، اشوف الناس دي عايشه ازاي. وطبعا رحنا لمدينه، يعني احنا ما كناش في مكان لسه نائي او لسه مثلا متطور جديد، او لسه مثلا ايه مدينه جديده زي مثلا السادات عندنا زي ما هما بيقولوا، فمكان فاضي ما فيش فيه حد. لا احنا دخلنا المدينه نفسها ولقينا المليار ونص تلت العالم ده كله مش موجود. مش موجود حد في الشوارع. لا في حاجات جميله جدا في الصين، زي مثلا اول حاجه البلد دي منظمه جدا. تخيل ان ممكن يكون يعني حرفيا ان رئيس الدوله مثلا حاطط لها سيستم معين البلد كلها ماشيه عليه. يعني البلد كلها بتصحى في ميعاد معين، بتنام في ميعاد معين، بتبص تلاقي الشغل في ميعاد معين، طلعوا من الشغل في وقت معين، الفطار الغداء العشاء، كل حاجه. مفيش حاجه اسمها يعني تقريبا الساعه 1:30 كده ل2:30، مفيش الكلام ده. يعني انا تخيل ان انا ماشي على الطريق في مره، لقيت اللوحه الارشاديه اللي على الطريق بتقول مثلا محطه البنزين بعد 3305 كيلو و5 متر. 5 متر؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ انت بتقيس المسافه بالمتر. اي مفيش هنا ايه، مفيش مثلا بالبركه. يعني مفيش حاجه اسمها انا هاجي لك تقريبا الساعه من 2 ونص ل 2 ومش عارف كام. لا، 2 ونص و3 دقائق، 2 ونص و3 دقائق هيكون عندك. فالنظام هنا جميل جدا. يعني مثلا احنا اول ما جينا اتعمل برنامج خلاص، البرنامج مظبوط. اللي كان بيعكس في البرنامج مين؟ المصريين. احنا عندنا بقى مفيش حاجه اسمها نظام، وما بنحبش النظام. مش موضوع بقى ايه ان مفيش نظام بس، لا انا لو اديت لك سيستم معين او نظام معين تمشي عليه برنامج حياتك، انت مش هتقبله. ولذلك احنا هنفضل تحت او فشلة طول ما احنا مش عارفين ننظم حياتنا. لازم تنظم حياتك، لازم تدير حياتك صح، لازم تعمل سيستم لحياتك. ان انت هنام كام ساعة، هصحى كام ساعة، هشتغل كام ساعة، كام. ومفيش حاجة اسمها كام ساعة جهجهوني، لا، لازم ترتيب وكتابه زي اللي بيذاكر بالظبط. اللي بيذاكر لو عايز يطلع من الاوائل مستحيل مستحيل يذاكر وخلاص. لا، ده الماده الفلانيه من كذا لكذا، وهاخد بريك كده او استراحه من كذا لكذا، وبعد كده تلاقيه منظم. تلاقي كل المتفوقين منظمين. مفيش واحد ماشي جهجهون كده ويقول لك متفوق، ده مستحيل. فلازم تاخد بالك من النقطه دي. يبقى اول فرق بيننا وبينهم النظام. لازم نتعلم النظام. 2، النظافه. انا عايزك تتخيل ان الشوارع هنا بتتغسل ما بتتكنسش. عربيات تتغسل، ويعني نادرا نادرا لو مشيت في مكان عام اهو خالص ولقيت عقب سجاره. مفيش حاجه اسمها بقى مناديل والكلام ده، لا ده عقب سجاره كده، حاجه صغيره ما تبانش. انت متخيل؟ نظافه بطريقه جميله. الزراعه دي في اي مكان، الخضره في اي مكان، في البلكونات. انا ما اعرفش يعني بيزرعوا شجر في البلكونه ازاي، بس هم هنا كده. هنا حتى تلاقي الهواء كويس نقي. طبعا مش هقول لك الهواء ريحته حلوه، لان عمري ما شميت هواء ريحته حلوه غير في المدينه. ربنا يا رب يجعلنا من سكانها ومن زوارها دايما. ده المكان الوحيد اللي الهواء اللي فيه ريحته جميله. لكن هنا هواء نقي، غير طبعا في المدن اللي عندنا احنا. يعني مثلا عندنا تلاقي من كتر الزحمه ومن كتر الدخان ومن كتر العفر ومش عارف ايه بتاع، الهواء نفسه نسبه نقاوه اقل. لكن هنا ما شاء الله نظافة. بس في حاجة مهمة جدا برضو عشان إحقاقا للحق، الصين أو الدول المتقدمة كلها مع أنهم في النظافة العامة 100%، شوارع، بيوت، يعني الحاجات اللي راكبينها، كل حاجة في العامة نظافة جميلة جدا. لكن النظافة الخاصة أو الشخصية أسوأ وأقذر ما يكون. يعني إيه؟ الحاجه الوحيده اللي تفوقنا عليهم فيها، لا مش حاجه واحده، احنا تفوقنا عليهم في كذا حاجه، بس دي من ضمن اهم الحاجات
اللي تفوقنا عليها فيهم النظافه الشخصيه بشهادتهم هم، يعني بشهاده الاطباء هناك ان انظف ناس المسلمين في النظافه الشخصيه. يعني عندنا مثلا لما انا جيت الصين تدخل الحمام سواء بلدي، يعني في حمامات بلدي عامه في الفنادق وكده، او فرنجي الحمام اللي هو العالي ده الكرسي، ما تلاقيش شطاف. ولو حمام بلدي ما تلاقيش حنفيه، يعني انت بتلاقي القعده وما تلاقيش حواليها حنفيه ولا اي حاجه، انت تلاقي ايه، ممكن تلاقي وممكن ما تلاقيش، ممكن تلاقي حته منديل كده او تاخد منديل وانت داخل يكون معاك مناديل. طب ما فيش، انت بتقضي حاجتك وتقوم لابس البنطلون وماشي. طب ده ينفع؟ يعني بص، قذاره بمعنى الكلمه. لكن الحمد لله احنا عندنا النظافه الشخصيه كويسه، لكن النظافه العامه، ودي ترجعني بعقلي لنقطه من 2011، والنقطه دي هتزعل ناس كتير جدا وخصوصا شباب. في 2011 ظهر طائفه من الشباب كده قال لك احنا بنحب مصر وبنحب البلد. بتعملوا ايه يعني؟ بنغسل الشوارع وبننظف الشوارع وبنبلط الحاجات المتكسره وبندهن البندورات بتاعه الطريق عشان بلدنا رجعت لكم من مين؟ من النظام السابق. طيب طب ودلوقتي ايه اللي حصل؟ لا، ما اصل اتسرق التاني فانا مش هنظف. هو النظافه، وانت كده بتحب البلد ولا بتحب النظام نفسه؟ بتكره البلد ولا بتكره النظام نفسه؟ لا، انت كده مش ماشي مع البلد اصلا. انت ده الفرق بيننا وبين الناس دي. هنا بيحبوا البلد، بيعملوا للبلد، مش ما لهمش دعوه بالنظام. ما هم ما بيفكروش اصلا في النظام ولا في الحكومه، بل بالعكس الحكومه اللي بتفكر فيهم. ازاي؟ يعني مثلا واحنا بنفتح المصنع الجديد اللي هو بتاع كيوي، تمام؟ طيب العمده بتاعه المدينه، النائب بتاع العمده بتاع المدينه اللي احنا فيها، الولايه اللي احنا فيها، كان فرحان بالمشروع والمصنع اكتر من صاحب المصنع نفسه. يعني انا كنت بترجم اللي بيقوله كلام غايه في الاهميه والروعه. راجل فرحان جدا ومنبهر، وشغلنا السنه دي كام مليون، والسنه الجايه في نيتنا كذا، واحنا استعمرنا كام مش عارف ايه، وعمرنا كام متر، بص، وانشأنا كام مصنع. الراجل منبهر اكتر من صاحب المصنع نفسه. طيب انا بقى النهارده لما اكون بحب البلد او بحب الدين، هعمل له تحت اي رايه وتحت اي حاكم، مش فارق معايا. تعرف ان مثلا اغلب الدول اللي اتفتحت كان الحاكم الحجاج بن يوسف الثقفي، وموسى بن النصير تحت رايته، ومحمد الفاتح تحت رايته، وفلان تحت رايته، فعادي طارق بن زياد تحت رايته. هم ما قالوش ده الحجاج ده ظالم ومش عارف ايه، لا 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 لا، انا بجاهد في سبيل الله ونصره لديني، انا ماليش دعوه بحد، انا بحب بلدي، ماليش دعوه بالحاكم مين، نظف وظبط. دي مشكلتنا احنا بقى، وده موضوع الاخلاص، ان انا اكون مخلص في عملي. فانا اتمنى ان احنا نكون زي الدول دي، بس بنية الاسلام، ان انا لله انا بحب بلدي وبحب انظف وبحب اعمل، ولو شفت حاجه غلط هعملها والكلام ده كله. من برضه من ضمن الحاجات اللي فرقت بيننا وبينهم مساعدة الدولة زي ما انا قلت لك لاصحاب الاموال. يعني انا قلت لك النائب بتاع العمدة كان بيساعد بكل طاقته، بل هو حضر مخصوص وطلع قال كلمة قبل صاحب المصنع نفسه، وقال كلام انا مش عايز اقول لك، يعني انا كنت مترجمه، انا كنت ناوي انزله بس مش عارف فاهم مسائل ولا لا، فمش هنزله، تمام؟ لكن كلام مهم جدا. محتاج اي حد مع راس مال وعايز يفتح مشروع، عايز يشغل ناس، عايز الاراضي نستصلح له، نوصل له كهرباء، احنا مهمتنا نخدم الناس ونخدم البلد ونشغل الناس. ومن هنا نقطة مهمة جدا، البطالة. يعني الشوارع هنا فاضية، انا بقول لك بلد تعدادها مليار وشوية، الشوارع فاضية. طب بنسأل فين الناس، فين الزحمة اللي بنشوفها؟ قال لك لا، دلوقتي وقت عمل ده يعني محدش ماشي في الشارع. طب فين الشباب اللي بيقعد على القهاوي والارصفة عندنا ويعمل مشاكل في كل قرية وفي كل بلد ويقول لك اماكن شعبية والكلام ده؟ لا، مفيش الكلام ده هنا كله شغال. هنا كل واحد، مش مهم اشتغل بايه، المهم اشتغل. انا كده يعني، بص، كان في مثل عندنا يقول لك ايه، اشتغل بجنيه وحاسب البطال. يعني ما تشتغلش تقول لك ايه، لا والله اصل ال5 جنيه يعملوا لي ايه يا ابني، ما انت من غير ال5 جنيه هتقعد خالص. لا، اقعد احسن ما اجيب فلوس قليله. لا، طب ما اجيب فلوس قليله ويبقى انت حفظت كرامتك، ما احتجتش لحد، عم ربنا يكرمك بشغل احسن. هي بتتوزن كده يعني.
هات 5 جنيه احسن من ما تجيبش خالص، مش احسن من اللي يجيب 10 و20. لا، دي ارزاق ومتقسمه. وفي نفس الوقت انا بناشد برضو الجماعه الحكومه. ليه؟ لان معلش الجماعه لم يا عم العواطليه اللي بيعملوا مشاكل. يعني الناس اللي على القهاوي، البلطجيه، اللي مش عارف ايه، اللي على الرصيفه، الشباب اللي شكله اعوذ بالله غلط وقاعد يعمل مشاكل مع الناس المسالمه راحه وجايه. لا، لم دول ودوهم الصحراء يزرعوا، ودوهم المحاجر يدغدغوا. ومش عايز تديهم اجره ما تديلهمش، يشتغلوا يقضوا عقوباتهم هناك زي في الصين. هنا من ضمن الفروقات موضوع العقوبات هنا في السجون مفيش حد بيتسجن. يعني ايه؟ يعني انت راجل اذنبت ذنب، عملت اي مصيبه، انا ليه احبسك وتكلف الدوله اكل وشرب ولبس ومش عارف ايه وايه وايه وزيارات ودنيا مقلوبه؟ طب وليه؟ لا، انت يا باشا عقوبتك سنه 2 3، اطلع في محجر اشتغل، اطلع في مش عارف ايه اشتغل في مزرعه تبع الجيش، اكل القوات المسلحه، اكل مش عارف ايه. هتبص تلاقي كله شغال وتعود على الشغل، بدل ما يتعود على الراحه في السجن وعايز يرجع له تاني. لا، يطلع يشتغل. هنا كده، هنا اللي بيعمل عقوبه بيبعتوه في اي مشاريع خارجيه يقضي مده عقوبته فيها، يشتغل ويدخل الدوله. انت متخيل؟ فالناس عمليه جدا. وبص، استغلال الاماكن بطريقه مفيش مكان فاضي. يعني انا عايزك تتخيل مفيش هنا موارد تقريبا زي عندنا. هنا في رحنا رحله كده حته اسمها الباندا، حيوان اسمه الباندا، عاملين له مكان حديقه كامله كبيره جدا ومظبطينها ومروقينها ومية مية. ليه؟ عشان يزوروا الباندا ويقول لك الباندا ويعظموا في الباندا ويفخموا فيها. ليه؟ عشان انت رايح نفسك تشوف الباندا باندا عارفها، دبدوب كده ابيض في اسود. طب اعمل بيه ايه؟ ولا اي حاجه. بس هم عملوا من لا شيء شيء عظيم جدا، وعملوه مزار، والسياح بيروحوا يزوروا الباندا ويتصوروا الباندا ويتصوروا مع الباندا. ليه؟ عملوا من لا شيء شيء عظيم. هو ده استغلال الموارد واستغلال الاماكن. هي كده، هو الدول بتنهض بكده، الناس بتنهض بكده. بس كل ده مش هيحصل غير بالشعب يكون عنده ثقافة حب وانتماء للبلد، حب وانتماء للدين، نظافة الناس، الثقافة نفسها. في حاجة مهمة جدا، عدم الاهتمام بالمظاهر. ده فرق بينهم وبيننا تماما. تلاقي واحد من العرب بيقول لك انا جايب معزة بكام مليون، جايب جدي ب3 مش عارف كام مليار. طب الناقة بتاعتي مركب لها اسنان ذهب، اصل انا عندي عربية مطلية بالذهب، اصل انا عندي ساعة مش عارف ايه، انا جايب لمراتي، اصل مرات الامير او مرات الحاكم او مرات اللي مش عارف ايه سلسلة بكذا. لا، ده الشنطة اللي بتاعت اليد بكذا. ده على فكرة، ده انا شايل ايفون يكون سالف ثمنه، ابوه ما معهوش فلوس ومدين ابوه عشان يبقى معاه تليفون تفاحه زي اصحابه، وعادي. تعمل بيه ايه يا ابني؟ طب انت عايز هو ايه الفرق بين التليفون ده اي تليفون تاني؟ يقول لك الكاميرا. يا ابني انت موهوم، هو الايفون حمايه بس، انت رجل اعمال، انت خايف على بيانات تتسرق منك؟ لا، طب ما اي تليفون زيه، انت هتقول الو وبعدين انت مالكش لازمه، انت مش محتاج حاجه. مشكلتنا بقى في بلاد العرب ان انا بهتم بمنظري جدا. انا اعرف واحد لابس تيشيرت بحوالي 20-50 الف جنيه، حاجه زي كده. ما تيشيرت زي ده هو بالظبط، يستر البدن ويستر العوره، منطلون بكذا، طقم بكذا، ده انا لابسه فستان بكذا. اصل ايه؟ اصل انا شغال موديل. يا فرحه امك بيك ويا فرحه امك بيكي. هنا بقى في الصين مفيش الكلام ده. هنا ممكن تلاقي، يعني انا ممكن ان شاء الله هنزل صوره لصاحب المصنع نفسه. صاحب المصنع ده صاحب مصنع ايه؟ صاحب مصنع بنيلي، كيوي، موربيديلي. 3 مصانع، يعني هو ما شاء الله حاجه فخمه جدا. نائب العمده كان لابس ايه؟ ناس ما فيش لبس عادي خالص ومتواضع جدا. وبص ممكن تلاقي نائب العمده ده راكب سكوتر وجاي بيه ورايح بيه وبتاع. ما فيش بقى الهيلمان، احنا لا شفنا بص لا اسعاف ماشي ولا بوليس ولا طريق مقفول ولا كلام. لا، ناس عادي، الحياه سلسه، الحياه سهله. انا معايا 1000 جنيه ليه هصرفه في تليفون او في تيشيرت؟ لا، اجيب على قد ب50 جنيه والباقي اوفره ليوم زنقه، يوم هينفع فيه حاجه مفيده. هي مشكلتنا اللي مضيعنا المظاهر. ففي فروق كتير جدا بيننا وبينهم. انا بس مش عايز اطول اكتر من كده، لان انا شفت فروق فعلا، فروق جوهريه. لكن اهمها ثقافه الشعب.
لازم يكون عندنا ثقافة ووعي. نستمدها منين الثقافة والوعي؟ من الدين. هل فعلا لما واحد اسمه تقريبا الشيخ محمد عبده او واحد زيه كده سافر الى بلاد الغرب، جه مصر تاني بيقول ايه؟ بيقول رأيت في الغرب اسلاما بلا مسلمين، ولما جيت مصر لقيت مسلمين بلا اسلام. هل الكلام ده صح؟ غلط طبعا. ده دليل ان الشيخ محمد عبده ما كانش يعرف يعني ايه اسلام اصلا. ليه؟ او اللي قال الكلمات انا ما اعرفش هو مين، لكن تقريبا عن الشيخ محمد عبده. لان الموضوع اكبر من كده، بس محتاج حلقه تانية هقوله لك ان شاء الله، اقول لك اشمعنى. لان عمر اللي هنا ما كانوا مسلمين، وهقول لك شفنا ايه بقى في الغرف المغلقه. لكن انا بكلمك على الاختلاط والناس والشعب والكلام ده. فعلا احنا متاخرين بالتخاذل والتخلي عن اصول الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسخ فينا الاسلام، بعدها على طول سيدنا عمر بن الخطاب قال كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، ومن ابتغى العزه في اي حاجه غيره اذله الله. احنا اتذلينا لما سيبنا اصول الدين اللي هي النظافه والنظام والاحتكام لله، كل حاجه. اسال الله ان يعيدنا الى دينه وان يردنا الى دينه ردا جميلا. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.